كم مرة الواحد وصل لمرحلة إنه عايز يبدأ يحسن من نفسه ومش عارف هيعمل إيه في حياته. فالواحد قاعد يخش على اليوتيوب يبحث إزاي أنا أحسن من نفسي، إزاي أقدر أطور من نفسي وفي حياتي، إزاي أبقى أحسن، إزاي أنتظم مع الصلاة، إزاي أذاكر أكتر، إزاي أفتح بيزنس. بسبب كترة المشتتات اللي عندنا دلوقتي والسوشيال ميديا بقت كتيرة، كلنا مثلا بنقعد عليها مش أقل من ساعتين ثلاثة في اليوم. والفيديو جيمز شوية الدوبامين الرخيص اللي بيبقوا موجودين، انت بتشبع نفسك على طول، انك على طول التليفون. انا زهقت شويه امسك التليفون، تيك توك، انستجرام، فيسبوك، يوتيوب. الواحد بيقعد يوصل لمرحله انه بيقعد يضيع وقته. بعد واحد بيكتشف بعد كده هو لما كل ما يكبر شويه. دلوقتي تخلص ثانويه عامه، بعد ما تخلص ثانويه عامه يطلع لك النتيجه، بعد النتيجه ما تطلع تخش الجامعه تبقى تايه. بعد الجامعة هيبقى وراك شغل ومسؤوليات، ولسه لو ما عندك جيش تشتغل وتعمل كارير لنفسك. فالواحد ساعتها ابتدى انه يقعد يحاول يحسن نفسه ويبحث عن ذاته. فليه الواحد بدل يستغل الوقت اللي هو عنده دلوقتي من الفراغ، بالذات في وقت الجامعة دوت، هي فيها ضغط بس تقدر تعمل تنظيم وقت. ليه بدل على التليفون مثلا تقعد ساعتين ثلاثة وقاعد بتتفرج عليا كمان؟ انت كده يعتبر تضييع وقت. بس انا اقول لك على كام حاجه ممكن تساعدك او حاجه. انا كنت زيك برضه، قاعد بضيع وقتي على طول بعد ما خلصت الثانويه عامه، ما جبتش مجموع كويس. فمن ساعتها بقى منظوري للدنيا اتغير. طب ازاي انا المفروض كنت ذاكرت شويه؟ ايه السبب كل ده؟ كنت على طول ماسك التليفون بضيع وقتي عليه. ايه لازمتها الواحد يقعد يضيع وقته عليه وهو عنده حاجات احسن بكتير؟ انه يعيش حياته، ينزل يكتشف الدنيا، يشوف الشجر، امشي انزل كده وتشوف الدنيا. ما تخليش التليفون تقعد تدور عليه مثلا السوشيال ميديا وكده. هو تخش على السوشيال ميديا بتلاقي الناس عايشين حياتهم، وانت نفسك توصل للمرحله ديت، انك توصل انك تعيش المرحله دهيت مش عارف تعمل ايه. فليه ما تاخدش الخطوه ديت انك تبدا تحسن من نفسك؟ ايه مثلا اعمل ايه؟ تاخدها خطوات صغيره، ما تبقاش مثلا في اليوم خلاص انت دلوقتي مش بتصلي خالص ولا بتقرا قران مثلا ولا بتذاكر ولا اي حاجه، وفي الاخر بتقول لا انا هصلي الخمس صلوات على طول وهذاكر المواد اللي عليها كلها. لا ما تعملش كده، هو انت خدها بالتدريج يعني مثلا لما انت مش بتصلي خالص مش هقعد اقول لك ايه، انت التزم في الصلاه، صلي لوحدك في الاول، وبعد كده شويه، بعد كده تنزل في جماعه، بعد كده تصلي النوافل، وبعد كده تخلي جزء من يومك نص صفحه قران، بعد كده صفحه صفحتين. خدها بالتدريج، ما تاخدهاش مره واحده، عشان انت لما تيجي تشوفها لقدام بتقول ده الحاجات كبيره قوي ما اقدرش انجز الحاجات دهيت. انت لا بالعكس تقدر تنجزها، بس تقدر تقسمها على حاجات بسيطه يعني. شفت مره واحد مثلا، دخلت الجيم مثلا شفت واحد عنده عضلات كده وماشي ماشي وايه، تساله انت عملت ازاي العضلات ديت؟ يقول لك اوف، بالغلط انا عملتها شكلي. اكيد لا، قاعد باكل نظام غذائي معين، وقاعد تمرين معين في وقت معين في الاسبوع. كم مظبط وقته؟ انت ظبط وقتك في حاجه زي كده. في ناس عندها مليون حاجه وبتنجزها. ليه مثلا لو واحد وراه مذاكره او حاجه، انا مثلا دلوقتي ورايا مذاكره او الجامعه عندي قالت لي اعمل مقالات او حاجه زي كده فانا دخلت مثلا شفت اوف المقالات دي حاجه ممله، وكان جنبي التليفون، امسك التليفون اقعد سكرول. طب ايه لازمتها؟ او مثلا اعمل ايه مثلا دلوقتي برضو عليا مقالات، طب انا ايه دلوقتي؟ اروح اكنس الاوضه، اظبط الاوضه، مش عارف ايه. بالعكس عندك حاجات اهم من ترويق الاوضه مثلا او حاجه. طبعا اكيد لازم تبقى البيئه بتاعتك تبقى مظبوطه عشان تقدر تتكيف على الوضع وتذاكر وكده، تهيئ نفسك للوضع دوت. بس اكيد مع الوقت تقدر تخلي الحاجات دي احسن من بعض. فعلشان كده انا قاعد بقول لك حاول تستغل وقتك، بالذات انت في السن ده لسه الواحد لسه ما دخلش على التجارب الجديده، الشغل بقى والحياه كلها. ابداها من دلوقتي، ابدا خد لك كورس مثلا. انت بقالك سنه ولا حاجه مضيعها ولا حاجه، انا بقالي اكتر من 5 سنين قاعد بحاول عشان اقعد عايز اصور فيديو زي ده. مكسل اقعد، عندي تصويف عالي جدا. فقلت ليه؟ طب هيحصل ايه يعني لو صورت دلوقتي ونزلته؟ مش هيحصل اي حاجه، بالعكس انا الكسبان. حتى لو نزل محدش هيعمل لي حاجه، بالعكس في عربيات هنا وفي عربيات هنا وفي حمام ومش عارف ايه، بس عادي. يعني في ايه لو حد شافني دلوقتي وقال لي انت بتصور وكده؟ مش مهتم. عادي طالما انت خدها مبدأ في حياتك، طالما انت ما بتعملش حاجه غلط في حياتك، حاجه غلط في حياتك او حاجه تغضب ربنا عليك او تخالف سنه رسول الله، فخلاص ليه ما تعملهاش؟ اعملها على طول، مش هيبقى فيها مشكله يعني. اقعد على طول اعملها وحسن من نفسك. بالعكس انت كل ما تيجي تحسن من نفسك، كل لما تحس انك لا انجزت، دي حاجه حلوه اقدر انميها من نفسي، وهكذا يعني. خليش تليفوني يعطلك عن حياتك. شوف حاجات احسن، نمي من نفسك، شوف لك لغه
تطورها من نفسك. حاول على قد ما تقدر تخرج من زون الراحة، انك لا يا عم انا هعمل وانا خايف لحسن افشل. ايه لو فشلت يعني؟ لازم الواحد يفشل عشان ينجح. مفيش حد نجح على طول من اول مرة. يعني توماس اديسون لما اخترع المصباح تقريبا 99 مرة غلط، وبعد كده هو في المرة المية ظبطت معاه. فانت ليه ما تظبطش يعني دلوقتي؟ فيها ايه لو غلطت دلوقتي؟ هتحصل لك حاجة؟ هل هتموت؟ اكيد لا يعني. بس انا عايزك تستمر في حاجة زي كده وتنمي نفسك في حاجة زي كده. ممكن حاجة زي كده هتفيدك بعد كده، هو أكيد مليون في المية هتفيدك حاجة زي كده. العادة الصغيرة اللي أنت بتعملها هتفيدك على المدى الطويل. أنت كل يوم مثلا تعمل تمسك التليفون مثلا ساعتين في اليوم، كل يوم ساعتين ساعتين ساعتين، شوف حساب على آخر السنة هتبقى قد إيه. وفي الآخر تشوف آخر السنة تقول يا ريتني كنت عملت كذا وعملت كذا. ليه ما بتعملش من دلوقتي؟ تبدأ من دلوقتي. أول ما تشوف الفيديو خلاص أنا هبدأ مش عارف إيه، مش موتيفيشن كده وخلاص، تبقى دافع عليك. خلي عندك انضباط. يعني لو ما كانش كده زمان ما كان محمد علي كلاي كده كان عمل كده بقى احسن مصارع موجود يعتبر. او مايك تايسون برضه ما كانش احسن مصارع بالوزن تقيل. ساعتها هم كان عندهم انضباط. اكيد عندهم نسبة موهبة، بس انا شايف الانضباط هيبقى يتغلب على الموهبة بمراحل بمراحل. انت لو عندك موهبة ومش مستغلها اكيد ايه لازمتها؟ بالعكس ممكن الناس عندهم انضباط عالي جدا ويقدروا يستغلوا حاجة زي كده. وعلشان كده انا بقول لك استغل حاجة زي كده طالما انت عندك وقت. عندك وقت لسه، مفيش مسؤوليات عند الواحد. حتى لو بتشتغل تقدر تظبط وقتك يعني. ما تاخدهاش حجة انك تقعد توقف حاجة زي كده. امسح السوشيال ميديا، اعمل، شوف الدنيا ماشية ازاي، شوف الحياة ماشية ازاي، تقدر تتكلم، تقدر تعمل حاجة زي كده. يعني حرفيا انا لحد دلوقتي انا مش عامل سكريبت ولا اي حاجة، احب اتكلم من دماغي. فدي حاجة حلوة جدا يعني. وبس. سلام، اشوفك الفيديو الجاي. ما تنساش بس تصلي على النبي. الى اللقاء. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. ولو عجبك المحتوى يعني اكتب لي في الكومنتات كده شوف انا هنزل اكتر عن المحتوى وكده سلام.